السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الجولة ديالنا داخل سوق العقار المغربي. اليوم غادي نوقفوا عند مدينة تطوان، ولكن ما غاديش نديروا جولة عامة على جميع الأحياء، وإنما غادي نركزوا على 5 مناطق ومحاور بالضبط، وهي حي الولاية، شارع الجيش الملكي والمحيط ديالو، وحي المطار، وشارع 9 أبريل، وطريق مارتيل. والهدف ديالنا اليوم ماشي فقط نقولوا شحال ثمن المتر، ولكن نفهموا علاش الثمن كيتبدل من منطقه لاخرى، وشكون اللي كيشري، وفين كاين الطلب الحقيقي، وشنو الفرق بين العقار الاقتصادي والسكن المتوسط والعقار الجيد والعقار التجاري خلال هذه السنه. وبطبيعه الحال الارقام اللي غادي نذكر هي نطاقات تقريبيه للسوق، لان نفس الحي يمكن تلقى فيه عقار قديم وعقار جديد، شارع رئيسي وزنقة داخلية، وبالتالي ما يمكنش نعطيو ثمن واحد للمتر ونعتبروه صالح لجميع العقارات. نبداو من حي الولاية. حي الولاية كيبقى من المناطق اللي عندها وزن مهم داخل السوق العقاري في تطوان، خصوصا بالنسبة للناس اللي كيقلبوا على موقع مركزي وقريب من الخدمات والإدارات والمحاور الرئيسية. وهنا كاين طلب من الأسر اللي باغيه السكن، وكاين كذلك طلب استثماري خصوصا على الشقق اللي عندها موقع جيد وقابلية للكراء. فهاد السنة بالنسبة للشقق الاقتصادية أو العقارات القديمة نسبيا في حي الولاية يمكن تقريبا نهضروا على أسعار في حدود 7000 حتى ل 9000 درهم للمتر مربع. أما السكن المتوسط أي الشقق في حالة جيدة وموقع مناسب فالثمن يمكن يتحرك تقريبا بين 9000 و 11000 درهم للمتر مربع. أما الشقق الحديثة أو اللي عندها تشطيب جيد، عندها مصعد، مرآب، وجهة مزيانة وموقع قريب من المحاور الرئيسية، فممكن توصل تقريبا إلى 12000 وحتى ل 14000 درهم للمتر مربع، وأحيانا أكثر بالنسبة للعقارات المميزة جدا. وهذا ماشي مجرد تقدير نظري، لأن المعروض الحالي في الولاية كيبين فعلا وجود عقارات بمستويات سعرية مرتفعة مع اختلاف كبير حسب المساحة والموقع والمواصفات. أما بالنسبة للمحلات التجارية فالمتر في المواقع التجارية القوية داخل حي الولاية يمكن تقريبا يدور بين 13000 و 20000 درهم للمتر مربع، ويقدر يتجاوز هذا السعر في المواقع الاستثنائية اللي عندها واجهة مباشرة وحركة قوية. ولكن المستثمر هنا خاصو ينتبه، المحل التجاري ما خاصوش يتقيم فقط بالمساحة، وإنما كذلك بالحركة اليومية، عرض الواجهة، الرؤية، نوع النشاط ممكن، والقرب من الخدمات. ومن حي الولاية نمشي مباشرة إلى شارع الجيش الملكي والمحيط ديالو، وهنا كنكونوا امام واحد من المحاور اللي كيجمع بين السكن والحركه التجاريه والخدمات. شارع الجيش الملكي بالخصوص عنده قيمه مختلفه على الازقه الداخليه، وبالتالي خاصنا نفرقوا بين العقار الموجود مباشره على المحور بين العقار الموجود في المحيط ديالو. بالنسبه للشقق الاقتصاديه او القديمه يمكن تقريبا نهضروا على 6500 درهم حتى 8500 درهم للمتر مربع. السكن المتوسط والجيد يمكن يتحرك بين 8500 درهم و 10500 درهم للمتر مربع. أما الشقق الحديثة أو ذات المستوى الجيد جدا، خصوصا إذا كانت على شارع مهم أو قريبة جدا منه، فيمكن توصل تقريبا بين 11000 و 13000 درهم للمتر مربع، وربما أكثر في بعض العقارات الاستثنائية. والسوق الحالي فيه بالفعل عروض فاخرة على الشارع الجيش الملكي، من بينها عقارات كبيرة المساحة، وهو اللي كيبين أن المنطقة ما كتقتصرش على السكن الاقتصادي أو المتوسط فقط. أما المحلات التجارية فالموقع المباشر على المحور يمكن يعطي تقريبا 13000 حتى 21000 درهم للمتر، بينما العقارات التجارية داخل الشوارع الفرعية يمكن تكون أقل. وهنا كاينة نقطة مهمة للمستثمر، إلا كنتي باغي عقار تجاري في هذه المنطقة، الموقع داخل المحور يمكن يكون أهم من زيادة أو نقصان عدة أمتار في المساحة. دابا نتحركوا نحو حي المطار. حي المطار كيعطي صورة مختلفة شوية على الولاية وشارع الجيش الملكي. هنا كتولي الميزانية عنصر مهم جدا في قرار الشراء، وبالتالي كاين اهتمام بالعقار الاقتصادي والمتوسط، إضافة إلى الشقق الجديدة اللي كتقدم تجهيزات أفضل. في هذه السنة الشقق الاقتصادية أو القديمة في حي المطار يمكن تقريبا تدور بين 5000 و 5500 و 7000 درهم للمتر مربع.
السكن المتوسط يمكن يكون في حدود 7000 حتى 9000 درهم للمتر مربع. أما الشقق الجديدة أو الجيدة من ناحية التشطيب والمرافق فمن الممكن توصل تقريبا إلى 9500 حتى 11000 درهم للمتر حسب الموقع والمشروع. وهذا النوع من الأحياء كيهم بالخصوص المشتري اللي باغي يوزن بين الثمن والموقع. يعني إذا كان عندك مثلا ميزانية محدودة وما باغيش تدخل مباشرة إلى المناطق الأعلى سعرا فحي المطار يمكن يعطيك اختيارات أكثر. أما بالنسبة للعقار التجاري فالمتر يمكن يدور تقريبا بين 9000 و 14000 درهم ويقدر يرتفع في النقاط اللي عندها حركة قوية وواجهة تجارية واضحة. والميزة الاستثمارية هنا هي أن العقار التجاري والسكني يمكن يستفدوا منه من النمو السكني والحاجة اليومية للخدمات، ولكن خاص المستثمر يدرس كل شارع بوحده، لأن الفرق بين محل في نقطة نشيطة ومحل في شارع داخلي يمكن يكون كبير بزاف. ومن حي المطار نوصلوا إلى شارع 9 أبريل، وهنا خاصنا نركزوا على كلمة شارع، لأن العقار الموجه مباشرة للمحور الرئيسي ماشي بحال العقار الموجود خلفه بمئات الأمتار. بالنسبة للشقق الاقتصادية أو القديمة نسبيا يمكن نهضروا على حوالي 6500 حتى 8500 درهم للمتر. السكن المتوسط والجيد يمكن يكون تقريبا بين 8500 و 10500 درهم للمتر مربع. أما الشقق الحديثة أو ذات الموقع المميز فمن الممكن أن تصل إلى 11000 وحتى 13000 درهم للمتر. وإذا كان العقار على موقع ممتاز مع واجهة مصعد مرآب وتشطيب جيد فالطلب عليه يمكن يكون أقوى وبالتالي الثمن كيكون أعلى. وبالنسبة للمحلات التجارية على شارع 9 أبريل والمناطق القريبة منه يمكن تقريبا نهضروا على 12000 حتى 20000 درهم للمتر، مع إمكانية تجاوز هذا النطاق في المواقع التجارية القوية بزاف. وهنا المستثمر خاصو يسول سؤال بسيط: واش أنا كنشري المتر ولا كنشري الموقع؟ لأن المحل التجاري قيمته الحقيقية مرتبطة بالموقع والحركة أكثر من المساحة وحدها. ودابا نمشيو لطريق مارتيل، وهو المحور اللي عنده طبيعة مختلفة على باقي المناطق اللي تكلمنا عليها. طريق مارتيل ماشي فقط شارع سكني، وإنما محور كيربط تطوان بمارتيل، وبالتالي كيدخل ضمن المناطق اللي كيتابعها الناس اللي كيشوفوا في التوسع العمراني وفي المشاريع الجديدة. والمعروض العقاري على محور تطوان مارتيل والمناطق المرتبطة به كيبين تفاوت كبير في الأسعار حسب المشروع، الموقع والقرب من الخدمات. كما أن السوق القريب من مارتيل كيعرف حضور قوي للشقق الجديدة والموجهة للسكن أو الاستثمار. فهذه السنة بالنسبة للعقار الاقتصادي أو القديم على طريق مارتيل والمناطق الأقل سعرا يمكن تقريبا نهضروا على 5500 حتى 7000 درهم للمتر مربع. والسكن المتوسط يمكن يتحرك بين 7000 و 8500 درهم للمتر مربع. أما المشاريع الجديدة والجيدة خصوصا الإقامات اللي فيها مصعاد مرآب حراسة وتشطيب جيد فمن الممكن يوصل تقريبا بين 9000 و 11000 درهم للمتر مربع، ويقدر تكون أعلى في المشاريع المتميزة أو القريبة من المناطق ذات الطلب السياحي. أما العقار التجاري على طريق مارتيل فالثمن يمكن تقريبا يتحرك بين 9000 و 15000 درهم للمتر، وفي المواقع اللي كتجمع بين حركة السكان وحركة السيارات والأنشطة التجارية يمكن يكون أعلى. ولكن طريق مارتيل عنده نقطة قوة إضافية: المستثمر ما كيشوفش فقط وضع السوق اليوم، وإنما كيشوف كذلك اتجاه التوسع العمراني. وهذا الشيء مهم لأن العقار اللي اليوم موجود في منطقة كتبدا تعرف البناء والخدمات يمكن بعد سنوات تولي داخل نسيج عمراني أكثر اكتمالا. إذا إلا بغينا نلاحظوا هذه الجولة بطريقة عملية فحي الولاية كيبقى من المناطق اللي كتعطي قيمة قوية للموقع والخدمات، وبالتالي الثمن فيها أعلى خصوصا بالنسبة للعقار الجيد. شارع الجيش الملكي كيجمع بين السكن والحركة وكيعطي فرص مهمة للعقار التجاري والسكني خصوصا في المواقع القريبة من المحور. حي المطار كيمكن يكون أكثر ملائمة للمشتري اللي كيقلب على توازن بين السعر والموقع مع وجود خيارات اقتصادية متوسطة. وشارع 9 أبريل كيعتمد بشكل كبير على قوة الموقع، وكلما اقترب العقار من المحور التجاري والحركة كلما ارتفعت قيمته. أما طريق مارتيل فهو كيعطي قصة مختلفة، قصة التوسع، المشاريع الجديدة والرهان على النمو المستقبلي. وفي النهاية إذا كنتي باغي تشري عقار في تطوان خلال هذه السنة ما ديرش الخطأ اللي كيديروا بزاف ديال الناس: تشوف إعلان وتقول ثمن المتر هو هذا. الثمن الحقيقي
خاصك تحسبوا بناء على على الموقع الدقيق، حالة البناية، الطابق، المصعد، المرآب، الواجهة، جودة التشطيب، الوضعية القانونية، وقابلية العقار للكراء وإعادة البيع. والأهم من هذا الشيء كامل هو التفاوض، لأن الثمن المعلن ماشي بالضرورة هو الثمن النهائي للبيع. ولهذا قبل ما تخلص عربون أو توقع، قارن عقارك مع عقارات مشابهة في نفس الشارع أو أقرب نقطة ممكنة، وما تقارنش شقة قديمة في زنقة داخلية بشقة جديدة فوق محور رئيسي. وبالنسبة للمستثمر، الفرصة الحقيقية ماشي دائما هي أرخص متر، وإنما هي المتر اللي عنده طلب حقيقي اليوم وعنده قابلية يحتفظ بالقيمة ديالو مستقبلا. وإذا كانت الميزانية محدودة، فبدل البحث فقط عن أغلى حي، يمكن البحث عن عقار جيد في موقع متوسط ولكن قريب من محور قوي. أما إذا كانت الميزانية أكبر، فالموقع المركزي وجودة العقار يمكن يكون أهم من محاولة توفير مبلغ صغير في ثمن المتر. وهكا كتكون عندنا صورة أوضح على سوق تطوان في هذا السنة، والخمس مناطق، 5 قصص مختلفة ولكن كلها مرتبطة بنفس القاعدة، وهي أن العقار في تطوان ما كيتقاش فقط بالمتر وإنما بالموقع والطلب والمستقبل. إذا عجبكم هذا النوع من التحليل العقاري، ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك واشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، واكتبوا لنا في التعليقات شنو هي المنطقة اللي بغيتونا نحللوها بالتفصيل في الحلقة الجاية، سواء من ناحية ثمن الشقق، الأراضي، المحدث التجارية أو فرص الاستثمار. ونتلاقاو في جولة عقارية جديدة داخل مدينة مغربية جديدة، والسلام عليكم.